حبايبي طلاب تانية ثانوي، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. هنحل مع بعض النهارده اسئله الدرس الثالث الاخراج في النباتات. اعمل كوبايه شاي حلوه كده ويلا ركز معايا، وركز معايا في كل سؤال كده وابدا معايا وسمي الله. اول سؤال هنا بيقول لك اي العمليات الاتيه يتخلص فيها النبات من الماء الزائد. النبات بيتخلص من الميه الزياده في جسمه عن طريق عمليتين، يا اما النتح يا اما الادماع. هنا مين الموجود عندك فيهم؟ موجود عمليه الادماع، يبقى هنختار ج. الإدماع، سوري يا شباب، الإدماع اللي هي ب. تمام. الجيم دي مكتوب الإدماء، لا هي الإدماع. طيب رقم 2 بيقول لي أي مما يلي يعتبر صحيح بالنسبة للإخراج في النبات. عايز جملة صح بالنسبة للإخراج في النبات. بيقول لي تتخلص النباتات من الأملاح بطردها عن طريق الجذور والأوراق، ولا ليس للنبات القدرة على استخدام الفضلات الأيضية، ولا تستطيع بعض النباتات التخلص من الأملاح غير الذائبة بتخزينها. أيوة الجملة دي صح يا دكتور، وقريناها في الإخراج في النبات، إن أي نبات بيبدأ يجمع الأملاح الزيادة في جسمه في صورة بلورات، والبلورات دي شرط قلت لك إن هي تكون إيه؟ عديمة الذوبان، يعني غير قادرة على الذوبان، ويبدأ يخزن الأملاح الغير ذائبة دي يا إما في الفجوة العصارية يا إما في السيتوبلازم. تمام، يبقى دي الجملة الصح. رقم 3 إذا علمت أن نبات الإيلوديا هو أحد النباتات المائية المغمورة التي تعيش في المياه العذبة، أي مما يلي تتوقع أن يتعارض مع عملية الإخراج في هذا النبات. بيقول لي ده نبات بيعيش في المياه العذبة، حاجة بتتعارض يعني حاجة غلط عن الإخراج في النبات ده. بيقول لي يعيد النبات استخدام ثاني أكسيد الكربون من التنفس في عملية البناء الضوئي. تمام دي صح. ولا يعيد النبات استخدام الأكسجين الناتج من عملية البناء الضوئي في عملية التنفس، برضو صح. يعيد النبات استخدام الفضلات النيتروجينية في بناء البروتين. ولا دال بيقول لي هنا يخزن النبات الأملاح والأحماض العضوية في خلايا. طبعا هنا دال هي اللي غلط فيهم، لكن الباقيين كلهم صح. يبقى دي كده اللي بتتعارض مع الإخراج في نبات الأولوديا. رقم 4 ما العامل الذي يساعد على خروج ثاني أكسيد الكربون من الصغور في الأوراق؟ ثاني أكسيد الكربون يا دكتور بيخرج عن طريق الصغور في النبات، عشان بيبقى تركيز ثاني أكسيد الكربون جوه النبات تركيزه عالي، فبيبقى عايز يخرج بره تمام في التركيز القليل. فهنا بيقول لي بقى هنا اللي بيساعد على خروج ثاني أكسيد الكربون هيبقى إيه؟ هيبقى اختلاف تركيزه داخل الأوراق عن الهواء الجوي، لأن هو بيخرج بخاصية الانتشار، يبقى هنختار ألف. رقم 5 أي مما يلي لا يعتبر من المواد الإخراجية في النبات. الأكسجين والمية وثاني أكسيد الكربون دي كلها مواد إخراجية، لكن الأحماض الأمينية هي اللي مش مواد إخراجية. رقم 6 أي الأجزاء النباتية التالية يلعب الدور الأكبر في التخلص من الفضلات الأيضية المختلفة التي يكونها النبات. طب يا دكتور هنا عايز بيسألك بيقولك أكتر مكان بيتم عن طريقه عملية الإخراج في النبات. مين بقى؟ الورقة. ليه؟ لأن الورقة بيبقى السطح السفلي بتاعها فيه صغور، فبيحصل عن طريقه عملية نتح ثغري. طب السطح العلوي بتاعها والسفلي كمان بيبقى متغطيين بطبقة من الكيوتين، فبيحصل عن طريقها نتح كيوتيني. فيبقى كده تقريبا معظم النتح في النبات. النتح الثغري بيشكل حوالي 90% من فقد المية، النتح الكيوتيني حوالي 5%، فبالتالي دي نسبة كبيرة جدا، يبقى هنختار الورقة في النبات. ما أهمية الإدماع للنبات؟ التخلص من ثاني أكسيد الكربون اللي هي عملية فقد النبات للمية عن طريق أطراف الأوراق. المساهمة في عملية البناء الضوئي، ولا التخلص من الماء والأملاح خلال الخشب، ولا التخلص من المواد العضوية غير العضوية. أيوة هي دي اللي صح، يعني بيتخلص من المواد العضوية وغير العضوية اللي هي المية والأملاح زي ال NaCl مثلا. إن النبات هنا في عملية الإدماع بيتخلص من المية الزيادة، وكمان بيتخلص من الأملاح والفضلات النيتروجينية الزيادة في جسمه. يبقى معنى كده إن فايدة عملية الإدماع في النبات التخلص من المواد العضوية والغير العضوية. رقم 8 ادرس الشكل التخطيطي المقابل الذي يمثل قطاع عرضي فرقة نبات ذو فلقتين، ثم حدد. أولا ما الرقم الذي يشير الأنسجة سوري يا شباب. أولا ما الرقم الذي يشير للأنسجة المسؤولة عن تلطيف درجة حرارة الورقة؟ المسؤولة عن تلطيف درجة حرارة الورقة يعني بيخرج عن طريقها المية، بيتم فقد الماء من خلالها. طيب هنا الشكل ده بقى معتمد على انك كنت مذاكر الترم اللي فات حلو. فهنا بيتم فقد المية من خلال النسيج، كان اسمه النسيج الاسفنجي.
اللي هو فيه مسافات بينية. طب النسيج الاسفنجي ده كان فين في الورقة دي كده؟ رقم 1 مشاور على البشرة العليا، رقم 2 مشاور على النسيج الاسفنجي في الورقة. يبقى احنا هنا هنختار رقم 2 اللي هو النسيج الاسفنجي. ده رسم تخطيطي لتركيب الورقة، هو معتمد على ان انت خدته الترم اللي فات، يعني ان في ذاكرة وانت لسه فاكر تركيب الورقة يعني. ثانيا، ما الرقم الذي يشير إلى الأنسجة المسؤولة عن ارتفاع عمود الماء داخل أوعية الخشب؟ برضو نفس النظام، النسيج الأسفنجي هو اللي مسؤول عن ارتفاع عمود الماء في أنسجة الخشب. طب ليه يا دكتور؟ النسيج الأسفنجي بيتم من خلاله عملية النتح. حلو. طب يتم من خلاله عملية النتح، يعني هو عمال يسحب المية الأعلى، يسحب المية الأعلى. طب يسحبها الأعلى في نسيج إيه؟ خشب ولا لحاء؟ لا يا دكتور، بيسحبها في نسيج الخشب. يبقى معنى كده اللي مسؤول عن عملية النتح هو اللي مسؤول عن رفع عمود المية في أوعية الخشب، اللي هو النسيج الإسفنجي. يبقى هنا هنختار برضو رقم 2. رقم 9، أي مما يلي يمثل وجها للشبه بين الماء المفقود في كل من النتح العديسي والنتح الثغري. النتح العديسي يعني بيتم عن طريق العديسات، وده بيمثل أقل من 5%. النتح الثغري اللي بيتم عن طريق الصغور، وده بيمثل حوالي 90%. طب بيقول لي مكان الخروج، لا ده عن طريق عديسات وده صغور. مكان وجود مواد إضافية معه، لا النتح أيا كان النتح فهو مية فقط، يبقى دي برضو غلط. طب طبيعة الماء، أيوة هي دي اللي صح، إن الاتنين ماء فقط، ماء خالص بدون أي أملاح أو بدون أي مواد إضافية عليه. كمياته برضو غلط، قلت لك العديسي أقل من 5%، النتح الثغري 90%. رقم 10، أي مما يلي يحتوي على أقل محتوى مائي داخل النبات. طبعا هنا الغرف الهوائية في الورقة هي اللي ما فيهاش مية، تمام. لكن بيقول لي أوعية الخشب، طبعا الخشب وجدران خلايا الورقة كلهم بيعدي فيهم مية عادي. رقم 11، إذا علمت أن نباتات الظل تتميز برقة سمك الطبقة الشمعية على جدر خلايا البشرة الورقة، ما النتيجة المترتبة على هذه الحقيقة؟ بيقول لي يزداد فيها معدل النتح الكيوتيني. أيوة دي صح، الطبقة الشمعية دي اللي هي طبقة الكيوتين أصلا، طبقة الكيوتين. بيقول لي فهي هتبقى طبقة رقيقة، يبقى معنى كده ان الورقة تقدر تفقد المية بسهولة، يبقى يزداد فيها معدل النتح الكيوتيني. رقم 12، الشكل الذي امامك يوضح نسبة خروج الماء من احد النباتات عن طريق النتح. قال لي نتح وسكت، يعني 3 انواع النتح. اي اجزاء النبات تعبر عنها المساحة المظللة. المساحة المظللة يا شباب اللي هي دي، اللي هي الصغيرة جدا دي، اللي هي مكتوب عليها 4%، اكتبها معايا عشان لو مش باينة عندك. المثلث الصغير اللي جنبيه التاني مكتوب عليه 5%. الباقي الدايرة كلها اللي هي 91%. 91%. طيب ال91% ده نتح ايه يا دكتور؟ اكبر انواع النتح، او النتح اللي بيتم فقد عن طريقه كمية مياه كبيرة جدا، ده النتح الثغري. النتح الثغري. طيب ال5% ده نتح كيوتيني، اللي اقل من 5% ده نتح عديسي. حلو. فهنا بيقول لي يعبر عنها المساحة المظللة، هو مشاور على المساحة المظللة دي اللي هي النتح العديسي، او اللي تركيزها 4%، يبقى دي نتح عديسي. النتح العديسي بقى بيتم عن طريق ايه؟ بص كده الاختيارات، البشرة ولا ساق خشبية؟ لا قلت لك اول ما اشوف كلمة عديسات يبقى بيتم عن طريق الساق الخشبية فقط، يبقى عديسات عن طريق الساق الخشبية فقط. رقم 13، أي مما يلي ليس من وظائف التركيب س. التركيب س ده اللي هو برضو معتمد على الترم الأول إن أنت مذاكر حلو. التركيب س ده النسيج الإسفنجي. فالنسيج الإسفنجي ده بيبقى فيه مسافات بينية، ويتم من خلاله التخلص من المية الزيادة. بيقول لي التخلص من الأملاح، هو خد بالك في السؤال قال لي ليس من وظائف النسيج الإسفنجي التخلص من الأملاح يا دكتور. ثانية واحدة كده، النسيج الإسفنجي ده بيتم من خلاله عملية النتح، واحنا قلنا ان عملية النتح دي بتبقى ماء فقط، مية بس معهاش اي املاح. فبالتالي اللي ليس من وظيفة التركيب س اللي هي التخلص من الاملاح الزائدة، لان ما بيحصلش اصلا عن طريقها فقد املاح. رقم 14، اي التراكيب التالية يعمل كمواقع لتبادل الغازات في سيقان الخشبية. اول ما يجيب لك سيرة الساق الخشبية يبقى دي على طول العديسات، يبقى اول ما يجيب لي سيرة ساق خشبية يبقى دي كده العديسات اللي موجودة فيها، وخصوصا اللي موجودة في نسيج الفلين. رقم 15 و16 الغيهم علشان بس الصورة مش موجودة وفيهم غلطة. رقم 17، ما النتيجة المترتبة على زراعة نبات الطماطم في تربة عالية الرطوبة؟ تربة عالية الرطوبة
بص بقى كده، عالية الرطوبة يعني التربة، انا حطيت نبات الطماطم اهو في تربة فيها مية كتيرة، تربة عالية الرطوبة، التربة نفسها فيها مية كتير. يا دكتور يبقى معنى كده ان النبات ده هيمتص كمية مية عالية، تمام؟ ما انا حطيته في تربة فيها مية كتير، يبقى هيمتص كمية مية كبيرة، يبقى المية اللي هيفقدها برضو هتبقى نسبتها كبيرة. ما هو كل ما النبات امتص مية كل ما فقدها عن طريق عملية النتح. يبقى تاني بقى بيقول لي انا حطيت نبات الطماطم في التربة نفسها اللي انا زارع فيها النبات فيها مية عالية، يبقى معنى كده ان الرطوبة عالية، فبالتالي النبات هيمتص مية كتير. فلما النبات يمتص مية كتير يفقد المية عن طريق عملية النتح. اوعى تتلخبط بقى ما بين رطوبة التربة، رطوبة التربة يعني انا حاطط مية في التربة كتير، ورطوبة الجو. لو رطوبة الجو عالية، لو رطوبة الجو نفسها عالية، النبات ما بيعملش عملية نتح بنسبة عالية. يعني النتح بيبقى ايه؟ قليل لو رطوبة الجو هي اللي عالية، يعني الجو فيه بخار ماء، فبالتالي الرطوبة بتاعته عالية، فالنبات مش بيفقد المية عن طريق عملية النتح. يبقى لو قل التربة فالنبات هيمتص مية كتير فتزيد عملية النتح، لو قل الجو فالنبات هنا هتقل عنده عملية النتح. يبقى دي علاقة عكسية بين رطوبة الجو وبين عملية النتح. فهنا بقى بيسألني بيقول لي حطيت نبات الطماطم ده في تربة عالية، يبقى معنى كده ان المية عالية، يبقى هيزداد معدل النتح فيه، يعني هنختار ب. رقم 18، ما النتيجة المترتبة على قلة أعداد الأوراق في بعض النباتات الصحراوية؟ يا دكتور مفيش أوراق، ماشي، طالما مفيش أوراق يبقى بالتالي مفيش صغور، يبقى هيقل معدل النتح في النبات ده. ما هو النباتات الصحراوية أصلا يا دكتور بتبقى عايزة تحتفظ بالمية، مش عايزة تفقد المية، فبالتالي ما بيكونش عندها أوراق كتير، فبالتالي مفيش صغور كتير، يبقى معدل النتح ايه اللي هيحصل له؟ برافو عليك، هيقل. طيب هنا بقى بيسألني بيقول لي النتيجة المترتبة على قلة أعداد الأوراق، بيقول لي يزداد البناء الضوئي ولا يقل النتح العديسي ولا يقل النتح الثغري؟ هو يقل النتح الثغري لان هو اللي بيتم عن طريق الورقة. رقم 19، اي مما يلي لا يسبب زيادة معدل النتح في النبات؟ حاجة لا تسبب، ماشي، زيادة معدل النتح، يعني حاجة هتقلل معدل النتح. بيقول لي هنا زيادة شدة الضوء، لا ده لو زاد شدة الضوء هيزيد معدل النتح، فيبقى دي كده بتسبب زيادة معدل النتح. فتح الصغور، فتح الصغور يعني هيزيد معدل النتح برضه، يبقى دي علاقة طردية. ارتفاع درجة الحرارة، يا دكتور لو درجة الحرارة زادت هيزيد معدل النتح برضه. طيب ارتفاع نسبة رطوبة الجو، يا دكتور بقى لحظة واحدة هنا، لو رطوبة الجو عالية يبقى هنا ايه اللي هيحصل للنتح؟ النتح هيقل، برافو عليك. يبقى هنا دي اللي لا تسبب زيادة معدل النتح، بتسبب نقص معدل النتح. يبقى كل ما ارتفعت رطوبة الجو كل ما قل معدل النتح. رقم 20، الرسم البياني المقابل يوضح أحد العوامل المؤثرة X على معدل النتح، فما تتوقع أن يكون هذا العامل؟ ده بص يا دكتور، كل ما زادت X كل ما قل معدل النتح، يعني علاقة ايه؟ عكسية، برافو عليك، يبقى علاقة ايه؟ عكسية. مين بقى اللي خدناه في عملية النتح في ما بينهم وبين بعض علاقة عكسية؟ برافو عليك، افتكرت اهو، عملية النتح في علاقة عكسية ما بينها وما بين رطوبة الجو، يبقى كل ما زادت الرطوبة كل ما قل معدل النتح، يبقى دي كده علاقة عكسية، فهنا هنختار رطوبة الجو اللي هي ألف. لكن كل دول علاقة طردية بين النتح وبين شدة الضوء، كل ما زادت شدة الضوء زاد النتح، كل ما زاد كل ما نقص الأكسجين فيقل النتح، كل ما زادت درجة الحرارة يزيد النتح برضو، يبقى دي كلها علاقة طردية. الوحيدة اللي علاقة عكسية هي رطوبة الجو. رقم 21، أي مما يلي يؤدي إلى نقص معدل النتح في النباتات الخضراء؟ نقص شدة الضوء ولا انخفاض رطوبة الجو ولا ارتفاع درجة حرارة الجو ولا كثرة عدد الصغور؟ هو عايز حاجة بتقولي نقص معدل النتح، فيبقى لو نقص شدة الضوء هيقل معدل النتح، يبقى هي دي اللي صح، يبقى هنا هنختار ألف. رقم 22 هنا بيقولك أي الاختيارات التالية توضح التغير في معدل النتح عند انخفاض درجة حرارة الجو وزيادة شدة الضوء؟ طيب في علاقة طردية بين درجة الحرارة والنتح، فبيقولي عند انخفاض درجة الحرارة، انخفاض درجة الحرارة يبقى يقل النتح لأن هي علاقة طردية.
طيب وزيادة شدة الضوء برضو دي علاقة طردية بين شدة الضوء والنتح، فبزيادة شدة الضوء يزيد النتح. تمام، يبقى هنا على الترتيب بقى هتبقى يقل ويزداد، يبقى هنختار ب. رقم 23 أي الرسومات البيانية التالية يوضح معدل النتح على مدار يوم كامل. معدل النتح على مدار يوم كامل امتى اصلا النتح بيكون نسبته عاليه قوي؟ بيبقى في الجو المشمس اللي هي تقريبا الساعه 12 الظهر، وبعد كده لما يجي الليل معدل النتح يقل. يبقى هنا هو بيزيد معدل النتح اثناء ساعات النهار ويرجع يقل مره تانية، اللي هي الرسمه في الشكل ده اللي هي د يعتبر. رقم 24 اي النباتات التاليه يحدث به اعلى معدل للنتح. اعلى معدل للنتح هنا هيكون في النباتات اللي بتطفو على سطح الميه. رقم 25 لأن بيحصل عن طريقها نتح كيوتين. رقم 25 أي مما يلي يحدث للنبات عند زيادة معدل البناء الضوئي لأوراقه. بزيادة معدل البناء الضوئي يا دكتور بيزداد سحب المية لأعلى في عمود الخشب، فبالتالي بيزيد معدل إيه؟ النتح، فبيحصل فتح للصغور عشان يزداد معدل النتح. تمام. رقم 26 يتميز نبات الشيح الصحراوي بأن أوراقه مختزلة، يعني أوراقه بتكون صغيرة. طب ليه بقى؟ هو يا دكتور ده نبات صحراوي، يعني أي شوية مية عنده عايز يحتفظ بيهم، مش عايز يفقد المية اللي عنده، فبالتالي بيتميز ان اوراقه مختزله. اوراقه مختزله دي يعني اوراقه صغيره جدا جدا جدا. تمام. طب ليه بقى اوراقه صغيره؟ عشان ما يفقدش الميه عن طريق الورقه، يبقى هنا السبب لتقليل فقد الماء. رقم 27 إذا تم وضع 4 نباتات مورقة تحمل أزهار بيضاء اللون داخل 4 أنابيب تحتوي على محاليل ملونة. جبنا 4 وردات حطيناهم في 4 محاليل، ال4 محاليل دول ملونين. بيقول لي في نفس الظروف البيئية لمدة يومين أي الأنابيب تم تغطية الأوراق بها بزيت البرافيل. بص يا دكتور كل النباتات دي أو كل الأزهار دي اتلونت بلون الصبغة، يعني دي اتلونت أزرق، دي اتلونت أصفر، دي اتلونت أورنج، ما عدا دي ما اتلونتش باللون البينك ده، يبقى هي دي اللي ما اتغطتش بالزيت البرافيل. رقم 28 الجدول التالي يوضح معدل امتصاص المية ومعدل النتح لنبات ما خلال فترة الصباح. بيوضح لي معدل الامتصاص ومعدل النتح. هو كل ما زاد معدل الامتصاص كل ما زاد معدل النتح. تمام كده، كل ما النبات يمتص ميه كتير فهيفقد ميه كتير كمان. طيب بيقول لي اي الاوقات التاليه يظهر الذبول على اوراق النباتات. امتى بقى يظهر الذبول على اوراق النباتات يا دكتور؟ ده بيكون تقريبا الساعه 12 الظهر. اشمعنى؟ لان الساعه 12 الظهر ده بيكون معدل النتح عالي جدا جدا جدا، اعلى من معدل الامتصاص. ليه؟ لان درجه الحراره بتكون عاليه، شده الضوء بتكون عاليه، فبالتالي بيزداد معدل النتح عن معدل الامتصاص. فهنا بقى هنقول اكتر وقت بيحصل فيه ذبول هتلاقيها ان هي عند الساعه 12 الظهر. ليه؟ لان الميه الممتصه كانت 17، امتص 17 تمام وفقد 21، يبقى كده الميه اللي فقدها اعلى من اللي امتصها، يبقى حصل له ذبول، يبقى هنا هتكون عند الساعه 12 الظهر. لكن بص الباقي امتص 16 وفقد 16، فتقريبا فضل زي ما هو. امتص 16 وفقد 12، فبالتالي هو احتفظ بشويه ميه فما حصلش ذبول للورقه. امتص 15 وفقد 7 بس، فبالتالي برضو ما حصلش ذبول للاوراق. رقم 29 ماذا يحدث عند نقل النبات نامي من مكان مظلم إلى مكان مشمس دافئ؟ مكان مشمس دافئ يعني بالتالي النبات ده هيبدأ يعمل عملية بناء ضوئي، ولو عمل عملية بناء ضوئي هتحصل عملية النتح، فبالتالي هنا يزداد معدل البناء الضوئي ويزداد معدل النتح. رقم 30 هنا بيقولك الرسمان البيانيان التاليان يوضحان معدل النتح وضغط الامتلاء خلايا الورقة بالماء خلال ساعات اليوم. طيب بص كده على معدل النتح ومعدل ضغط الامتلاء. والله يا دكتور انا لقيت ان معدل النتح هنا اعلى معدل نتح تقريبا عند الظهر كده اللي هي الساعه 12 الظهر. حلو. طيب بص على 12 الظهر بقى كده عند معدل ضغط الامتلاء، بص كده اقل ضغط امتلاء، يبقى معنى كده بقى ان في علاقه عكسيه بين عمليه النتح وبين ضغط الامتلاء. طب ليه يا دكتور؟ ده كل ما زادت عمليه النتح يعني زاد فقد النبات للماء. طب لما يزيد فقد النبات للماء يبقى النبات كده فقد الميه بتاعته، فضغط الامتلاء بتاع الخلايا قل، الخلايا انكمشت، يعني يبقى كده في علاقه عكسيه بين ضغط الامتلاء وبين معدل عمليه النتح. فبيقول لي اي مما يلي يمكن استنتاجه بزياده معدل النتح ينخفض ضغط الامتلاء. ايوه دي صح، لان هي علاقه اكتب لي جنبها كده
علاقة عكسية. علاقة عكسية يعني هنختار ألف. رقم 31 أي الأوراق النباتية التالية تفقد أكبر قدر من الماء. بالنظر كده أكبر ورقة فيهم بزيادة حجم الورقة أو بزيادة مساحة سطح الورقة، فبالتالي عندها صغور عندها صغور أكتر، فالصغور الأكتر دي يفقد عن طريقها مية أكتر، يبقى بزيادة حجم الورقة يزداد معدل فقد المية عن طريق عملية النتح. بيقول لي هنا بفرض ثبات عدد الصغور في وحدة المساحات، يعني مثلا لو ده 1 سنتي ففي نفس عدد الصغور، ال1 سنتي اللي جنبيه في نفس عدد الصغور، يبقى هنا أكبر ورقة فيهم اللي هي ج هي دي اللي هيحصل عن طريقها فقد أكبر كمية من المية. 32 أي العبارات التالية يتعارض حدوثها عند غياب الجيوب الهوائية من أوراق نبات الفول. يتعارض يعني عايز حاجة غلط، غلط من الجمل دي. بيتعارض حدوثها عند غياب الجيوب الهوائية. لما بتغيب الجيوب الهوائية من أوراق نبات الفول اللي هي موجودة في النسيج الأسفنجي يا دكتور ده يقل معدل النتح الثغري. برافو عليك، يبقى اكتب لي جنبها كده يقل النتح الثغري اللي بيتم عن طريق الصغور. بيقول لي هنا يتوقف النبات عن النتح الثغري. ايوه صح. ترتفع درجة حرارة النبات مما يضر البروتوبلاست. صح برضو، لان لو قل النتح الثغري اللي هو بيفقد النبات عن طريقه حوالي 90% من المية، لو قل النتح الثغري هتزيد درجة حرارة النبات. يتوقف ارتفاع المية والاملاح الى الاوراق. برضو دي صح، لان كل ما زاد معدل النتح فيسحب المية الاعلى. طب انا وقفت النتح يا دكتور يبقى هيقل رفع المية الاعلى. يتوقف النبات عن النتح الكيوتيني. لا دي اللي مش هتحصل، يبقى دي كده اللي غلط. تمام. بيقول لي يتوقف النبات عن النتح الكيوتيني. لا النبات هيعمل نتح كيوتيني عادي، هو هيوقف النتح الثغري بس، لكن هو هيعمل نتح كيوتيني اللي هو نسبته 5%. 33 عند غمس نبات نامي معرض للضوء في زيت البرافين ما الذي يحدث للنتح الثغري. بيقول انا جبت نبات وحطيته في زيت، يعني كاني كده قفلت الصغور بتاعته، فمين اللي هنا ايه اللي هيحصل للنتح الثغري يا دكتور؟ انا قفلت الصغور يبقى النتح الثغري هينعدم، هيقف خالص. طيب رقم 34 متى يزداد معدل النتح في النبات خلال اليوم؟ اعلى معدل النتح بيكون الظهر اللي هي الساعه 12 الظهر، ده بيزداد فيه معدل فقد النبات للماء في صورة بخار. 35 أي المواد التالية يتخلص منها النبات بكثرة خلال النهار؟ أكتر حاجة بيتخلص منها النبات خلال النهار هي طبعا المية. 36 إذا كان لديك كميتان متساويتان من الماء أحدهما ناتجة عن عملية النتح والأخرى ناتجة عن عملية الإدماع، إزاي أقدر أميز ما بينهم؟ إزاي أقدر أميز يا دكتور بين المية بتاعة النتح والمية بتاعة الإدماع؟ مية النتح بتكون مية خالية من أي رواسب، ومية الإدماع بيكون مية ومعها بعض الأملاح. فأنا هعمل إيه؟ هجيب مية النتح دي وبخرها، مش هلاقي إن اتكون عندي راسب، واجيب مية الإدماع وبخرها فهلاقي اتكون عندي راسب. أول ما الاقي الراسب أقول دي مية إدماع، أول ما ملاقيش راسب ما بيتكونش عندي أي رواسب ملحية فأقول دي كده مية النتح. يبقى هنا عن طريق إيه؟ عن طريق تبخير الراسب. رقم 37 نسبة المياه المفقودة بالشكل الموضح. جايب لي ورقة والورقة دي موجودة على سطحها من فوق، على السطح بتاع البشرة من فوق كده نقط مية، يبقى ده كده نتح ايه؟ برافو عليك، نتح كيوتيني. نتح عن طريق طبقة الكيوتين اللي موجودة على البشرة، يبقى ده كده نتح كيوتيني اللي هو بيمثل أقل من 5%. رقم 38 هنا بيقول لك سبب قلة الفضلات الإخراجية في النباتات مقارنة بالفضلات الإخراجية في الحيوان، كل ده ما عدا. طبعا احنا عارفين ان الفضلات في النبات بتكون أقل بكتير من الفضلات في الحيوان لأسباب كتير. بيقول لي بقى هنا سبب قلة الفضلات في النبات ان هي في النبات أقل من الحيوان، كل ده ما عدا حاجة. بيقول لي عملية التمثيل الغذائي في النبات أبطأ مما في الحيوان. طبعا دي صح. بيقول لي تعتمد النباتات في عملية التمثيل الغذائي على المواد الكربوهيدراتية وليس المواد البروتينية. برضو دي صح. هضم المواد الكربوهيدراتية قد يتجمع في النباتات طيلة حياته دون حدوث تسمم. المواد الكربوهيدراتية مش بتسبب تسمم للنبات. برضو دي صح. ده بيقول لي اعتماد النبات في عمليات التمثيل الغذائي على الدهون والمواد البروتينية أكثر من الكربوهيدرات. لا هو مش بيعتمد على المواد الدهنية ولا البروتينية، يبقى هي دي الإجابة الخطأ.
رقم 39 بيقول لك هنا بعض النباتات التي تعيش في تربة تحتوي على تركيز عالي من أملاح الكالسيوم. لو نبات عنده نسبة كالسيوم عالية بيعمل فيها ايه يا دكتور؟ بيبدأ يجمع نسبة الكالسيوم دي في الورقة، وهو عارف ان الورقة كده كده هتتساقط. يبقى هنا بيقول لي تمتص هذا الملح وتجمعه في الأوراق ثم تتخلص منه عندما تتساقط الأوراق. يبقى ألف دي صح. رقم 40 يتخلص النبات من غاز ثاني أكسيد الكربون عن طريق الانتشار. أيوة صح، بيتخلص منه عن طريق الصغور بخاصية الانتشار. كل كمية غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة من التمثيل الغذائي تخرج للخارج ولا يستفيد منها النبات. لا يا دكتور، ده احنا قلنا ان هو بيعيد استخدام ثاني أكسيد الكربون الناتج. بيعيد استخدامه في عملية ايه؟ برافو عليك، البناء الضوئي. يبقى العبارة دي خطأ، يبقى الأولى صح والتانية خطأ، يعني هنختار ب. رقم 41 إذا تساوى وزن نبات مع وزن حيوان فإن سرعة الهدم إيه؟ طبعا سرعة الهدم في النبات أقل بكتير من الحيوان، يبقى هنا هنقول أقل في النبات عن الحيوان. رقم 42 سيحدث ضرر بالغ للنباتات الأرضية إذا تم تخزين الفضلات الأيضية في خلايا النبات على شكل إيه؟ على شكل بلورات قادرة على الذوبان. هتشكل ساعتها خطر للنبات، لان انا قلت لك النبات لازم يعمل ايه؟ لازم يجمع الاملاح اللي هو مش محتاجها دي ويخزنها في صورة بلورات عديمة الذوبان او غير قادرة على الذوبان. طول ما هي ما بتقدرش غير قادرة على الذوبان، ما بتقدرش ان هي تدوب، يبقى دي كده لا تشكل خطر على النبات. طب بتشكل خطر على النبات امتى؟ لو هي بلورات لو هي املاح زائبة او متخزنة في صورة زائبة، فبالتالي بتشكل خطر على النبات. يبقى هنا هنختار ب. تعال نحل مع بعض المقالي كده، اكتب ورايا. عملية النتح لها أثر على عملية البناء الضوئي والعكس صحيح. ليه بقى؟ لأن يا دكتور عملية النتح تعمل على سحب عمود الماء لأعلى، فأول ما يطلع عمود الماء لأعلى تستخدمه بيتم استخدام النبات للمية في عملية البناء الضوئي. يبقى كده النتح بيأثر على البناء الضوئي، يعني كل ما زاد النتح فهتزيد عملية البناء الضوئي. رقم 2 النتح الكيوتيني يمثل 5% فقط من النتح الكلي. النتح الكيوتيني بيمثل 5% فقط. ليه؟ لأن معظم النتح بيتم عن طريق مين يا دكتور؟ برافو عليك، الصغور. فبيتم فقد حوالي 90% من المية عن طريق الصغور وليس عن طريق طبقة الكيوتين. رقم 3 يحدث النتح نهارا بينما الإدماع ليلا. لأن درجة الحرارة بتأثر في عملية النتح، عشان كده بعملية النتح بتتم بالنهار، والإدماع ليلا لأنه لا يتأثر بدرجة الحرارة. يبقى تاني يحدث النتح نهارا بينما الإدماع ليلا، لأن النتح يتأثر بدرجة الحرارة فيحدث نهارا، بينما الإدماع لا يتأثر بدرجة الحرارة. رقم 4 الماء الخارج عن طريق عملية النتح ماء نقي، لأن بيتم المية اللي بتخرج عن طريق عملية النتح دي يا حبايبي بتبقى مية خالية من أي رواسب أو مية خالية من أي أملاح. طب ليه بقى؟ لأن الأملاح كلها بتزيد في النسيج الإسفنجي، بيزداد تركيز الأملاح داخل النسيج الإسفنجي، وتخرج المية في صورة نقية، في صورة ماء نقي خالي من أي رواسب. رقم السؤال اللي بعديه بقى اللي هي اكتب المصطلح العلمي. تراكيب بالسيقان توفر مدخلا للهواء اللازم للتنفس. طالما قال لي تراكيب هنا بالسيقان، تراكيب بالسيقان بتوفر مدخل للهواء اللازم للتنفس، يبقى دي كده العديسات. وهتبقى أدق لو كان قال لنا تراكيب في الساق الخشبية. طيب عملية فقد لبخار الماء بحيث لا يتجاوز 5% من النتح الكلي، يبقى ده كده نتح كيوتيني. طيب رقم 3 عملية فقد بخار الماء من خلال، أيوة بص كده، من خلال إيه؟ السيقان الخشبية. يبقى ده كده أول ما قال لي ساق خشبية يبقى ده كده على طول نتح عديسي اللي بيتم عن طريق العديسات. كده احنا خلصنا يا حبايب قلبي واجب الدرس الثالث الإخراج في النبات. حاول تحله كده واحدة واحدة. تمام، أنا عارفة إنك بتحبش النبات بس معلش يعني هو درس بسيط، وهم 3 بس انواع نتح وعمليه ادماع، ما فيهمش اي حاجه. انا مكتفيه جدا باسئله الواجب، ذاكر اسئله الواجب على الدرس ده، ما تذاكرش اكتر منها. تمام، ربنا يوفقكم يا شباب ويا رب تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.